السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة جاية لكم بطريقة مختلفة شوية بنوفر فيها في المقادير، وان شاء الله ان شاء الله يعني هتطلع معاكم تحفة بإذن الرحمن. بس لو هتمشي معايا بالخطوات اللي انا هقول عليها دي دلوقتي. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا الاربع بيضات لا غنى عنهم. مقاس الصينية اللي انا هعمل فيها ايه ان شاء الله هيكون مقاس 18. تمام، مقاس 18 يا بنات. طيب 4 بيضات يكونوا كبار. لو بيض بلدي بتزوديه. انا البيض بتاعي بلدي بس كبير شويه فهم 4 يعني. تمام، والفانيليا بتاعتنا بننزل عليها وبنضرب كتير بالمضرب لحد ما تلاقي ان هو فتح في لونه شويه وعمل فوم سيكه. تمام، هننزل بقى. بصوا بقى بالكوبايات المعياريه، اسهل من كده مفيش. يعني لو ما عندكيش ميزان بالكوبايات المعياريه هتشتغلي بيها ويطلع معاكي الحاجه مظبوطه جدا جدا. دي قد ايه؟ تلت كوبايه سكر. يعني احنا كنا في الاول بنحط 200 جرام سكر على المقادير بتاعتنا الصينيه العاديه بتاعتنا، لا دي هناخد تلت الكوبايه. تمام، هي كانت اقل من الكوبايه مثلا بشويه ال 200 جرام دول. فدي بقى اقل كمان، يعني انا ما بكملش مثلا. هي انت لو عملتيها هتلاقي نفسك دخلتي في هي حاجات بسيطه قوي في السكر. كانت في الاول كوبايه، يعتبر كوبايه الا. تمام، هننزل معلقه المحسن الجل. تمام، ونحط معلقه كيك شيف، معلقه صغننه، يبقى معلقه كبيره محسن جل، ومعلقه صغننه بيكنج باودر كيك شيف بقى اللي انت يريحك. وادي تلت كوبايه ميه ساقعه متلجه، وتضربي كتير 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 علشان الضرب دوت بيبقى كويس قوي 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 قوي. بيعمل للكيك هشاشان وارتفاع. كل ما هتضربي كل ما الحاجه بتتفاعل مع بعض وبتزيد وبتعمل فوم كبير. طيب انا بعد ما بضرب هنزل شعرة الخل ديت. المفروض كنت نزلتها بعد لما نزلت البيض والفانيليا، بس مش مشكلة نزلتها برضو، يعني برضو احتياطا عشان زفرت البيض. وبتساعد مع البيكنج باودر في التفاعل. هنزل بدل ما كنا بنحط 35 جرام نشا، لا ده انا هنزل كوباية ونص دقيق. كله ده بالايه؟ بالكوبايات المعيارية. سهلة والله يا بنات، وهتفيدكم يعني. هتوفر معاكم في المقادير كتير، خصوصا ان احنا تعالي لو قلتي الكيلو الدقيق عامل كام دلوقتي؟ 17 و18 جنيه و20 في بعض المحلات. تعالي نشوف بقى النشا عامل كام دلوقتي، داخل له في 30 جنيه الكيلو او اكتر او اقل في بعض المحلات والاماكن. طيب احنا بنوفر، بنخليها بقى كلها كوبايه ونص دي. الطريقه ديت واحده يعني زميله ربنا يبارك فيها، هي اللي قالت لي ايه، شجعتني نعمل الطريقه دي، هتوفر معايا في المقادير، وطلعت بصراحه معايا ممتازه جدا جدا جدا. وبرضو بتختلف في الطعم شويه، اي نعم بتطلع برضو قطنيه وحلو وكل حاجه، بس مختلفه سنه عن اللي بيبقى فيها نشا في الطعم. ودي ليها طعم ودي ليها طعم، والاتنين ممتازين جدا جدا جدا. طبعا دخلت الصينيه مقاس 18 في الفرن، وحطيت فيها تحت اللهم صل على النبي ورقه الزبده، وسبتها على درجه حراره 200 يا بنات في الفرن. اخدت معايا بتاع نص ساعه الى 5 دقايق، تلت ساعه يعني على حسب فرني. هنا بدأت أعمل الكريم شانتيه مية متلجة كوباية، ما بقتش أستخدم اللبن خالص، وبقيت أشتغل بالمية المتلج، ومعاها كوباية مية متلجة، ربع كوباية سكر، كوباية كريم شانتيه كاملة. هنا في الكيك دي كلها أنا استخدمت كوباية ونص. استخدمت كوباية ونص كريم شانتيه في المقاس 18. كفت معايا وزيادة كمان. جميل. طيب الكريم شانتيه ده نوع ايه يا جماعه؟ ده ريتش. الريتش المتحده ممتاز ممتاز، طعم وريحه وهشاشان وكل حاجه. بصوا هو يا دوبك كوبايه الميه المتلجه عليه وربع كوبايه سكر على الكوبايه الكريم شانتيه. تمام، وبتبداي تضربي كتير طبعا على حس ما ايه يبدا يعمل معاكي الفوم والقوام اللي انت عايزاه. نزلت عليه معلقتين كبار جناش، على حسب ان انت عايزاه، معلقتين 3. الجناش بتاعي ده كان تقيل شويه عشان انا سبته فمسك جامد. ونزلت معلقتين كاكاو. حسيت ان اللون فتح، رحت مزوده كمان معلقه عشان تدي اللون الغامق سيكه.
وضربت طبعا عشان كله يختلط مع بعضه. وبعد كده هبدأ ان انا اشكل بيه واظبط بيه الكيكة تطلع تورتاية ممتازة. ولو وصلت يا جميل لحد النقطة دي، اوعي تنسينا وتدعمينا بقى باللايك. اللايك ده هيوصل الفيديو بتاعي لناس كتير، وهيظهر الفيديو بتاعي قدام ناس كتير. مجرد ما بتعملي اعجاب لفيديو من الفيديوهات بيظهر لناس تانية، وببدأ ان انا يبقى لي عدد مشاهدات معينة، وانا كمان استفاد، انتوا تستفادوا وانا استفاد. نرجع لمرجوعنا. هنا انا ضربت الكريم شانتيه كويس جدا جدا، وهسيبه في الفريزر شويه يتماسك برضو. انا هو زي ما قلت لكم حطيت معلقه الكاكاو عشان تغمق سيكه برضو. والكيك بتاعي يكون برد تماما تماما. يفضل ان هو بيتساب يوم ليله وتستخدميه تاني يوم. انا سبته فتره كبيره لحد ما برد تماما، وبدات ان انا اقطعه الطبقات بتاعتي. جبت الكيك اهو. حتى بصوا الورقه يعني ما لحقتش ان هي تشيل، لان انا سبته يعني بتاع 5-6 ساعات، مش كتير يعني. وبدات ان انا اقطعه مقاس المنشار على 9 طبقات، بتبقى مظبوطه مش قد كده. دي اتقطعت مني وهظبطها وتبقى تطلع ممتازه جدا ومفيش اي مشكله يا بنات فيها. وادي تاني طبقه، وهعمل كمان تالت طبقه. ما شاء الله كانت طريه قطنيه فظيعه، كانت حلوه قوي ما شاء الله عليها. وادي تالت طبقه. والطبقه الرابعه الاخيره ديت هعمل منها كوبايات. كنت عايزه ان انا اقطعها كده واحطها بطريقه معينه، ما نفعش، فسبتها. قلت ان انا كده كده ايه هعمل منها ايه الكوبايات بتاعتي، اللي هي كوبايات الكيكه الصغنطوطه دي. ظبطت بقى الدنيا كده، وقلت بقى ايه اجيب القاعده بتاعتي. القاعده بتاعتي ديت مقاس 20، اكبر منها يعني ب2 سنتي. وبدات احط حته كريم شانتيه كده، واتعودت ان انا احط الكريم شانتيه في الكيس بتاعي اللي انا كده كده هزين بيه. فانا علشان الكيك مستوى الكريم شانتيه يبقى على كل طبقه مظبوط، لازم تعملي بالكيس. لو انتي مبتدئه، لو انتي متمرسه قوي 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 قوي، فانت عارفه مقدار الايه طبقه الكريم شانتيه اللي بتحط على الكيك. انا بصراحه لما عملته في الكيس طلع معايا مظبوط جدا جدا جدا، والطبقه كانت مظبوطه. وما تنسيش ان انت برضو تسقيها كده، تسقيها بشويه سيرم، معلقه سكر او معلقتين سكر على كوبايه، نص كوبايه ميه، وتبداي تسقسقي مع وشعره فانيليا كده. وتسقسقي الكيكه كده، تديها ايه رشه كده بسيطه، مع انها والله ما محتاجه، بس برضو انا بحب ان هي تكون ايه طريه سيكه قوي، يعني الطراوه اللي هي بتبقى قوي ديت، اللي هي عارفين مهلبيه كده، انا بحب كده بس. وادي تاني طبقة. والتالتة بقى، فانا نسيت، وان انا المفروض ان انا فكرت ان انا هحط ايه طبقة رابعة، وبدأت اشتغل على كده والله، بس ايه نسيت خالص يعني. بعد كده ظبطتها يعني طلعت حلوة. ليه بقى؟ حبيبي واقف جنبي، ابني حبيبي الصغنن، انا عايزه اعمل يا ماما، انا عايزه اعمل. المهم ان انا ظبطتها الحمد لله. ويعني عايزه اقول لكم بقى نقطه كمان ايه يعني تنفعوا، هتستنفعوا بيها يعني. ايه هي بقى؟ ان انا بجلس الكيكه كلها، طبقه كلها من الجوانب، بظبطها تمام، وبروح مدخلاها الفريزر ترتاح نص ساعه. طلعيها، ابدأي حطي طبقة خفيفة كمان. ماشي، الطبقة الخفيفة ديت هتظبط معاكي جدا جدا جدا، هتحس ان هي مظبوطة. يعني ما شاء الله لا قوة الا بالله. انا عملت الطريقة دي، ان انا حطيت طبقة وبعد كده حطيتها في الفريزر، بعد كده حطيت عليها طبقة كمان، ظبطت معايا جامد جدا جدا جدا. طبعا بالسباتولا الستانلس هيبقى افضل جدا معاكي. انا بقدر الامكان انا كنت بحط بالسباتولا البلاستيك، وعشان بعد كده احط الكميه، وبعد كده اسويها بالايه بالستانلس. جميل. خطوه ان انت تحطيها الكيك في الفريزر دي خطوه مهمه جدا جدا جدا. طبقه، وبعد كده بتحطي طبقه تاني عليها، وبعد كده بتحطيها في الفريزر تاني، وبعد كده بتبداي تناني ايه تحطي تعملي الدريبات بقى بتاعتك، تحطي تشوفي بقى تزينيها ازاي زي ما انت عايزه. آه هنا كنت بحاول بقدر الامكان اظبطها كده، والزياده مش مشكله هطلعه. وانا كده كده قلنا انها هنحط ايه طبقه تانية عليها.
بصراحة المرة دي كانت طالعة معايا تحفة جدا ما شاء الله اللهم بارك. يعني كل مرة انت بتعملي فيها الكيك بتعلمي مثلا وقعت منك حاجة، التكة ديت انا ما ظبطتهاش بالطريقة معينة، لا ده انا الجناش بتاعي اخففه بالميه ازاي، بتضربيه ازاي، بتسيحيه بطريقه كل مره الممارسه في الشيء بيعلمك كل مره حاجه. بس انا حطيتها في الفريزر وطلعتها وبقيت احط الطبقه الايه التانية اهي، وبالسكرابر الستانلس ببدا اساويها كويس جدا 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 جدا. وبقدر الامكان نضفي القاعدة بتاعتك بحيث ان هي تطلع مظبوطة معاكي جدا جدا ونضيفة وتطلع شيك وحلوة. عايزة اقول لكم العين بتاكل قبل البق والله يا جماعة. كل لما كانت حاجتك نظيفة ومقدماها بحاجة كويسة هتطلع حلو قوي قوي قوي. هنا بقى ايه حاولت ان انا انزل كده بالشكل ده. كان الجناش برضو بتاعي للاسف تقيل، الجو ساقعة ده في الشتاء. حطيتها في الميكرويف 10 ثواني بالظبط لقيتها بدأت ان هي ايه تخف معايا وبينزل وبيعمل صوص حلو قوي معايا. فبرضو ديت من الحاجات اللي ايه كنت كل مرة يعني مش افشل فيها، بس الحمد لله المرة دي ظبطت قوي معايا. بدأت ان انا اعمل بقى روزتات بقى من على الوش كده، وهحط من جوه برضو الشوكولاتة. هو بالظبط خدش معايا غير كوباية ونص كريم شانتيه. العجان لو انت بتستخدمي العجان هيطلع معاكي فوم كبير قوي من الكريم شانتيه، بس فرغي الهواء كله الداخلي من الكريم شانتيه بيطلع هش جدا. وممكن ما تستخدميش النص كوباية دي، هيبقى كوباية واحدة وهيغرق معاكي الدنيا جدا جدا جدا. وحطيت بقى الجناش بتاعي من جوه، وجبت البسكوت اللي هو الويفر اللي متغطي بالشوكولاته البيضه حطيته من جوه. هنا بقى قلت ايه احط كده ايه شوكليت شيبس كده، واحده كده واحده كده، واحده بيضه واحده سودا. و ظبطتها بقدر الامكان بحيث ان هي تطلع مظبوطه وحلوه. كان المفروض ان انا اعملها دي كتورته عيد ميلاد ابني، بس طلعتها الحمد لله. يعني دي كلفتني طلعت ب200 جنيه من بالكرتونة بالستاند بكله كله كله. طلعت ب200 جنيه. حطيت انا كده الويفر انا مش ظاهر قوي كده في اهو، ورشيت عليه شوية جناش بالشكل ده. وجبت التوت الاحمر ده حطيته برضو، ده على فكرة تزيين مؤمن. الكب دوت تزيين مؤمن ابني برضو، والكبين دول انا ظبطتهم. وعلى فكرة هي عملت معايا 5 كوبايات، بس ايه الحبايبي ما استنوش فكلوها على طول. ألف هنا وصحة. وكده وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسناش بالدعم والشير والسبسكرايب. يا رب يكون فيديو خفيف عليكم واستفدت منه، ونقول سلام.